هسه احنا بالجزء الثاني. نعم. احنا الجزء الاول توقفنا يم معركة بنجوين، يم بالتكريم، تكريم معركة بنجوين. طيب هو النوط بذاك بال 83 شنو كانت مميزاته؟ هو نفس المميزات، ما بقى النوط يعني ما تغير. النوط هو يعني النوط اذا يعني سيارة برازيلي بال 83 اي 83 نعم. سيارة برازيلي، واذا هو مثل عنده نوطين نعم. يصير صديق. نعم. اي ف ويعني ما بي هي هاي بس طيب. التكريم. نعم. خلصت المعركة مال بنجوي. نعم. خلصت الصالح ولا الصالح الإيرانيين؟ والحال صالحنا الصالح لا دمروا الإيرانيين بيدهم. نعم. هم الإيرانيين بال 83 معركة بنجوين. نعم. وصلوا الحديد لو ايه وصلوا هرزلة. وصلوا الحديد ووصلوا الهرزلة، بس كلهم انسحبوا من عندها، اثنين انسحبوا من عندها. نعم. نعم. انسحبوا بال 83. إيه يعني نعم. كانت بنجوين الصالحنا. مدينة بنجوين لا كان هاي حديد وهرزلة كانت مدينة. نعم. يعني هو إذا هنا أحكي لك يعني صدر أمر. نعم. صدر أمر أنه هاي قبل هاي يعني المعركة، قبل هاي المعركة صدر أمر أنه القطعات تخلي حديد وهرزلة. نعم. إحنا نتحول على اليسار، يسار هرزلة، يعني على هرزلة على اليسار بس للخلف. نعم. وبعدين يعني صار نقاش وصار يعني جدال بها ولغوا الأمر، بقينا بمقالة. نعم. إيه. انتهت المعركة مال بنجوي. نعم. انتهت للصالح العراقي واللواء 49. نعم. رجع للقاطع بالجنوب. اي احنا رجعنا للشلامشة. رجعت الشلامشة. إيه. بس انا ايش عجب الشلامشة ليش؟ ايه الشلامشة. اللواء 49 83 ما احتلينا موضوع، كنا احتياط. نعم. كنا طيب احتياط. انا بسألك ما طول احنا بالشمال. ايه. يعني واحد ضابط وكلفني على هذا الموضوع. اي نعم. قال لي اسأل الباشا. نعم. سأله خادم بالشمال هو ماوت يندل ماوت؟ لا ما ندل. السيمانية. لا ما خدمت. لا ما خدمت. يعني ما تندل ماوت. خدمت بالشمال. خدمت بحاج عمران. نعم بحاج عمران. بحاج عمران خدمت. نعم. وخدمت بقصروك. نعم. يعني أنا رائد ركن بقصروك. نعم. وملازم. نعم. بعقرة. نعم. ملازم بعقرة. نعم. ومشترك بمعركة، أنا ملازم مشترك بمعركة ضابط راصد كان صارت ويا البرزانيين. نعم. صارت معركة ويا البرزانيين وكانوا يعبرون بالدوب، وأنا نعم. ضابط راصد. هاي اشتركت فيها، هاي نعم. أول معركة اشتركت فيها. طيب. أنا ملازم. طيب. بعدها أنتم جيتوا اللواء 49 تحرك للبصرة للشام. ايش اسمها اللي هاي بها الجامعة؟ وين جامعة؟ يعني مو احنا ما احتلينا موضوع الجبل. لا اللواء احتياط مبين اللواء 49 هو كان هو احتياط القيادة العامة للقوات المسلحة. لا هو كان ما خرج من الاحتياط إلا أن احتلينا مجنون. لا احتلينا هو لواء الطابع ماله هجومات المعاكسة. نعم. مبين يعني. نعم. طيب خلينا نسولف على مرحلة مجنون. نعم. من تحركت انت اللواء 49 بعدين استلمت اللواء، انت يا شهر استلمته؟ انا استلمته بشهر ثاني 84. شهر الثاني 84. شهر الثاني 84 استلمته. نعم. مقدم ركن. مقدم ركن. نعم. مقدم ركن. استلمت القاطع بالضبط مالك وين كان؟ مجنون يعني لا استلمته شو اسمه؟ استلمته بالشلامشة. في الشلامشة. وتحركت المجنون. إيه صدر عجب هو يعني هو كان لواء من ألوية الهجومات المعاكسة. ايش عجب كلفوه يمسك موضع؟ لا هسه احكي لك هو اللواء ال 49 تحرك. نعم. كقوة هجوم. قوة هجومية لأن من سقطت مجنون من سقطت مجنون صارت معارك بمجنون. نعم. تحرك اللواء المجنون. انت وصلت للمجنون شهر الثاني.
بينما مجنون هي شهر الثالث. لا بشهر الثالث احنا وصلنا. شهر الثالث. ايه بقيت هذه بقيت بقاطع الشلامشه ونسوي سوينا شو اسمه ممارسات مال هجوم مقابل على وحدات قاطع الفرقه 11 كلها سوينا عليها، وضعنا خطاب. نعم. بس اجى الامر نتحرك على مجنون. تحركنا على مجنون. اني يعني فتره كنت مقدم لواء، ويعني مهيئ الفوج الثالث مهيئه انه يوصل بحثنا، يعني ما يطول نص ساعه هو بمكاننا ويانا. فانا طلعت اخذت اميري الافواج اخذت اميري الافواج وطلعت. من اجانا امر الحركه، وصلت لمقر الفرقه. الله يرحمه كان قائد الفرقه عبد الكريم العيثاوي. نعم. عميد ركن الفرقه الرابعه. اكيد يعني مو لا مو انت تقصد خفتاج المعارك. لا مو هو اجى جابوه احتياط عبد الكريم العيثاوي، يعني حسب ما يعني. لا مو انا هاي متاكد منها. كان عسكري العسكري. نعم كان انا دورة 68 هي تخرجت بال 84، هو كان كلي عسكري، كان عميد. الجوز رجع بس احنا ما اعرف. بال 84 بال 85 انا متاكد هو قائد الرابع. لا بال 84 احكي لك لانه موقف لا انساه. انت لا انا موقف لا انساه. نعم. جيت اديت التحيه، كان حتى المقر مالهم كرفان. نعم. كرفان اديت التحيه، كانت المقدم الركن سامي عباس مجول عامل اللواء 49. نعم. قلت له سيدي اللواء اني عامل اللواء، واللواء يعني ورانا بالتنقل. احنا بهالحكي طب امر فوج. نعم. امر فوج الثالث. قالوا سيدي امر فوج الثالث اجى. قلت له سيدي عندي امر فوج وصل هو والفوج ماله، المقدم العفو مساعد الفوج. نعم. مساعد الفوج وصل، فخبر امر فوج. نعم. وقال لي امر فوج ترى الفوج مالنا وصل. نعم. فقلت له سيدي الفوج الثالث وصل. رأسا اوعز الرئيس الاركان قال له اخذ الفوج ونطي اللواء 700 يمكن 4 3 او 4 ما اتذكر. كان على المعابر شو اسمه؟ نطال امر فوج؟ نطل الفوج نطل اللواء. امر فوج؟ مو امر فوج، كل الفوج خلاه بعمرة لواء. عمرة لواء 700. ايه واني هذا الفوج مدربه وتعبان عليه. نعم. نطال لواء 704. 4 أو 3 3 أو 4 704 القاطع مال الشيء. متحركت كل تحركت مال بنجويين كل الدنيا تحركت مثل الحصاد الاكبر. بنجويين مجنون. مال مجنون عفوا مجنون. ما مجنون اني بنجويين اني مقدم لواء. نعم. انت هنا اني امر لواء. طيب شو اسمه امر فوج هذا؟ اللي راح ويا اللواء اسمه عدنان، رائد عدنان من اهل دياله. رائد عدنان من اهل دياله. لا بدون ركن. من دورات الخاصه. اي نعم. طيب طبيعه المعركه مال مجنون مو اسمح لي خلي احكي لك اكمل لك. فقلت له سيدي ترجيته، قلت له سيدي هذا الفوج انا مدربه وتعبان عليه، هسه تجي توصل افواج واخذ اي فوج اللي قال لا الا هذا اخذها تدري. نعم. يقلبها علينا غير يقلبوها علينا. نعم. وصلت الفوجين بمن بدلني. نعم. بلواء الثامن اني فوجين بدلك بلواء الثامن الفرقه الثالثه. هذا المكان هو الثامن آلي لواء الثامن. هذا المكان 7 أيام متتاليه. نعم. 7 أيام متتاليه. هذا المكان الايرانيين يحتلوا بالليل، جماعتنا يساعدوه بالنهار. نعم. الايرانيين يدمرون هذا اللواء. تدمرت 7 علويه تدمرت. نعم. بهذا المكان. نعم. وطلعت اجى لواءنا احنا استلم من اللواء الثامن. اللواء الثامن. نعم. 3 افواج مشاة آلية. نعم. وكتيبة دبابات. نعم. انا عندي فوجين. موضع يعني انا فوجين شلون استلمه؟ ايش قد قاطع عشان الثامن؟
يعني المسافة بالكيلو. يعني تقريبا حدود 4 كيلوات 3 كيلوات. اي زين وايش قد ايش قد المساحه ما ابن عمي نظام المعركة تعتمد على طبيعة الأرض. صح. تعتمد على الأسلحة. الأرض مفتوح. على طبيعة يعني الانفتاح مال سرية. 3 إلى لا سرية لولا لواء. لا أنا لواء 3 كيلوات. 3 إلى 4. ها؟ منطقي صح. إيه. يعني أنت سيعطيك هو 4 كيلوات. إيه تقريبا طالع 4 يعني وأنا فواجه. عندك كيلو زيادة. إيه عندي فواجه وسرية المغاوير. إيه قال لي ايش تحتاج؟ قلت له ايش احتاج سيدي انت بعد. كان امر اللواء الثامن. عذرنا عن المقاطعة. لا امر اللواء الثامن كان احمد الريكان. اللواء الثامن؟ ايه امر اللواء الثامن احمد. ها؟ صار قائد الثاني. قائد الثانية نعم. عميد عقيد ركن احمد الشمري. احمد ريكان الشمري. زين احمد الريكان جاب الفرقة مثل الفرقة الثالثة. مو ابن عمي هو هذا قوة لواء. اسمح لي ابن عمي هذا قوة هجوم مقابل. وقلت لك اني نعم هو قلت لك انه بالليل يحتلون الايرانيين. نعم. بالنهار يرجعوا ربعنا. نعم. فهم رجعوه. نعم. رجعوه دخلوني انا بمكان اللواء الثامن. مو قصدي هذا باشا. نعم. انا ليش اريد اقاطعك؟ نعم. انا اقاطعك اريد اوصل فكرة للجمهور. نعم. بانه احنا دقيقين على تفاصيل التفاصيل. نعم. أنا أريد أوضح للجمهور على اعتبار أنا أعرف بأنه أحمد الريكان مشاة. مشاة عالي. إيه مشاة عالي. آمر لواء مشاة عالي. طيب المشاة يرهم يصير آمر. اي نعم. على المدفعية يصير على المشاة الآلي ويصير ومن المشاة يصير على المشاة الآلي ويصير على مرة اسمح. نعم. احنا هسه بالجيش العراقي. نعم. غالبية أمراء ألويتنا والقادة هم ياخذون الصنفين، مثلا صنف قوات خاصة وصنف مدفعية ضروري. نعم. على اعتبار أكثر من ساعة من قلت أنا خابرت المرحوم سلطان وحكيت أبو المدفعية قلت له تعال ناصح. ليش؟ لأنه أنت عندك صنف مدفعية يفيدك. نعم. صنف ثانوي. ناصح كان ضابط في ثالث استخبارات مو في المدفعية يفيد أمر اللواء. نعم. بس أنت سولف لي هنا ضابط مشاة. نعم. مثل أحمد الريكان. نعم. قائد الثانية لاحقا. نعم. هو نعم صحيح. ايه هو ضابط مشاة. شلون يصير آمر لواء آلي؟ يصير آمر لواء مدرع ولا ما يصير؟ مدرع؟ ايه؟ ما اعتقد لواء مدرع. لا ما يصير. ما عندي معلومات بس ما اعتقد يصير. لانه زين سؤال ثاني. بس مدفعية يصير آمر لواء مدرع. لا يصير. ايه. زين سؤال ثاني. السادس عندنا بالثالثة مدرع كامل؟ مدرع كامل السادس. السادس والثامن و12. ايه والثامن 12 مدرع. 12 مدرع والسادس مدرع. هي الفرق المدرعة لواء درع ولواء آلي. اي نعم. احمد الريكان كان متأكد انت منه؟ متأكد 100%. انا اعتذر على المقاطعة. لا العفو. ايه فاحنا بدلناه. نعم. قال لي ايش تحتاج؟ المهم قلت له سيدي ايش احتاج بعد انت ايش خليت عندي؟ انت صلقتنا. قلت له اريد شفلات. طيب هو شنو ساتر؟ هو ما كان يعني ساتر يعني انسى من واضح. انسى من قاع مفتوح. ايه فقلت له اريد قلت لك انت ابو ماهر حبيبي بالليل يحتلون الايرانيين بالنهار يرجعون العراقيين. نعم. يعني 7 أيام متتالية. نعم. يعني 7 علوية دمرت بهذا المكان وطلعوا من عندها. نعم. من ضمنها لواء 36. لحقت انا على 36. لواء 36. نعم. 36 مشاة. تتذكره؟ والله اعتقد شو اسمه هذا الاحمراني؟ جبر؟ لا من الموصل. سعد سليمان؟ لا سعد برهاوي. سعد برهاوي. ايه من دوره 46. صح. ايه من دوره 46. صحيح. اعتقد هو كان عامل. لا صحيح مضبوط. ايه. بعدين هو صار قائد الثاني. ما اعرف هذا. ما اعرف. لو اخوه حازم. لا حازم قديم. حازم ليش حازم قديم لان سعد دوره 46. سعد دوره 46 كان رئيس عرفاء. 46 باشا بالحرب العراقيه الايرانيه صاروا امراء الويه.
هاني 47 صرت اعمل له. حتى قادة فرس. ايه لا يعني اقول لك 46 انا دورت عبد الواحد شنو الارباط. لا لو 44 عبد الواحد. عبد الواحد الله يطيل العمر 44. نعم. اي انطاني 6 شفلات وانا عندي 3 9. اعطيت كل فوج 3 شفلات وخليت عندي 3 مال مقر اللواء. نعم. فسوينا ساتر وسوينا دكات مع الرشاشات الأحادية والرباعية، فركزتها بالزوايا وخليتهم يسجلون المنطقة قبل ما يعني صار. نعم. أريد أعمل كتيبة المدفعية ماكو. أخذت الخريطة أنا وأنا خليت خطة نارية من عندي، يعني على الخريطة خليت خطة نارية. خابرت الله يرحمه إن شاء الله القائد الفرقة عبد الكريم، قلت له سيدي ترى أمر كتيبة ما التحق لي، أمر كتيبة مدفعية ما التحق لي. قال شلون؟ قلت سيدي أنا دس أقول لك ما التحق. المهم أكشر ما علينا ساعة 9:15 صاح آمر الفوج الأول باليمين، سيدي علي هجوم. امر اللواء الاول. امر اللواء الاول الله يرحمه ويحسن اليه اسمه مهدي من اهل الفحامه الراشديه. مهدي الله نعم. كان عندي امر فوج الاول. نعم. كان مساعد مال الفوج الاول وسويته. ركن هو؟ بعدين صار ركن. ورا ما شو اسمه النقل من عندي صار آمر. لا هو قصدي باللواء كان اللواء الاول. لا الرائد فوج رائد. لا هو امر اللواء الاول. امر فوج. امر فوج. لا امر فوج. امر فوج الاول. انا كان مساعد. نعم. كنت ثاني امر الفوج الاول لواء 47. نعم. هو كان المساعد. نعم. فمن صرت اني امر لواء سويتها شو اسمه سويتها امر فوج. نعم. ايه والله استمرت المعركة يعني بحدود 45 دقيقة. طيب باشا قبل المعركة. نعم. خلينا ناخذ هذا الفاصل. اخذ فاصل على راحتك. وبعدين نكمل. طيب باشا. نعم. الله ينعم عليك. خلينا نرجع للقاطع مال المجنون. نعم. شوية اردش حث ذاكرتك. قاطع المجنون حفظه، مال المجنون كله حفظه. اي طبعا تسألني لانه انت يعني شلون صار طلاق بينك وبين فرقة 11 من 83. عليك نور. 83. لا وراء بال 85. من 84 وال 49 ما رجع. لا ما رجعنا. ما رجعنا وصار على فرقة 31. ايه نعم صار على فرقة 31. الله يرحمه يا الكين. انا اريدك توصف لي القاطع للمشاهد، حتى اللي يريد يكتب اللي يقرب. نعم. للأخوة المشاهدين والأخوة اللي كلفونا بهذا اللقاء. القاطع اللي أنت مسكته مكان اللواء الثامن تذكره. أتذكره. هو المسافة بين الهور هي اليابسة صح؟ يابسة هي اليابسة. هي كانت كلها يابسة. لا هو غير الهور على الهور بعيد على السدة الغربية. أنا على السدة الوسطية. يعني على السدة الوسطية احنا كنا يعني بعد هاي بعدين حررناها بعدين ابو ماهر. هذه احنا يعني وصلوا الى حد نهاية مجنون، يعني مجنون الجنوبي الى نهايته من الجنوب، يعني بعد ماكو بعيد ماكو مسافة يوصل الى الطريق العام. نعم. نعم. مجنون المسافة هاي المسافة ايش قد الحد زيد بعد ايش قد يبعد عنك؟ من وين؟ مخفر زيد. مخفر زيد بيني وبينه الفرقة 19 والفرقة الثامنة. اياها الاقرب الكشك البصري؟ اي الكشك البصري اقرب عليه. نعم. هو اخر مخفر الكشك البصري. نعم. القاطع مالكم. نعم. نعم. مال من؟ هو هذا مال الفرقة اللي انت تقول الرابعة.
لا. هي اللي احنا اشتهرت هاي لا احنا الفرقة الرابعة ابن عمي كانت ماسكة مجنون. نعم. مجنون هو عبارة عن شبه جزيرة. صح. جزيرة صح. سد باليمين، نعم. سد بالوسط، سد باليسار، الشرقية، الوسطية، الغربية، هاي مسميات زين. بالحركات. نعم. زين، فائدة السد على اليمين شنو فائدتها؟ على اليمين هاي يسمى السد الشرقية، هاي تمنع هذا مجنون. كان تدري انت كان هوار، صح. كان هوار مجنون وتنشف. نعم. وقاموا ينقبون. نعم. صح. قاموا ينقبون صح. بيع النفط. فهذا السدة نعم. نشفوا من عندها هذا المي اللي يعني هم قطعوه. بعدين احنا من صار غرقنا المنطقة. نعم. من العدو قام يضغط على هذا، غرقنا المنطقة. وبيها موقف هذا هم احكي لك اياه للتاريخ. انا قصدي احنا انتم جيل قبلنا، احنا من جينا شفنا السده يعني ما يمشي، يعني هي صايره مثل ال السده. يا سده السده هي الشرقيه هاي صايره مثل هو ابن عمي السدة الشرقية تمتد إلى الشكل يعني هيك باتجاه شوفير، باتجاه ايران. اي يعني تطلع هيك بالضبط. يعني تاخذ يمين. صح. تاخذ يمين باتجاه الفرقه الثامنه. اي تاخذ يمين. باشا هي تصير حدوديه، هي الحدوديه هاي. هي هاي السده اي متعامده يعني تروح. هي هاي السدة الحدودية. يعني انتم بالتوازن لا يا ما لا 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 يا سدة حدودية تقصد من عندهم. انت حكيت هسه. اني لحق ابن عمي ارسم لك اياه. الان ارسم لك اياه هسه هذا. نعم. هذا مجنون الشمالي. نعم. هذا مجنون الشمالي. نعم. وهذا مجنون الجنوبي. نعم. هاي الشرقية. نعم. وهاي الوسطية. نعم. وهاي الغربية. نعم. هذا يسموه منطقة المعابر اللي بمجنون. نعم. هاي هناك شركات ومعروف صح. ايش. هاي المنطقة كلها آبار نفط مستخرجة ومكتومة. نعم. مصبوبة مقفولة بالسمنت. نعم. نعم. هاي المنطقة هاي انا اقصد قاطعكم. انا قاطعي هذا الوسطية. هذا بالوسطية من هنا لهنا. نعم. هذه احنا شو نسوي؟ هذا القطعات كانت وسط من هنا انطلقت. نعم. من هنا انا احكي لك على الواي. الهورج قد يبعد عنك على يسارك بعيد؟ يعني يسار شو اسمه يسار السدة. يسار السدة الغربية. اي صح. اي هاي يعني 3 كيلوات؟ لا اي تقريبا. الهورج كان عندهم لو عندنا؟ لا عندنا الهورج. اوكي. اي هذا شوف هذا احنا جينا من هنا. نعم. جينا هنا احنا. هذه كانت هنا فتحوا مي على هاي المنطقة. نعم. هاي المنطقة صارت مي. زين. هاي المناطق صارت مي. العدو هنا كل العدو هنا. نعم. ايه هالشكل هذا العدو يعني. نعم. تقريبا هيك وهيك العدو. زين. فاحنا من قمنا نحرر نطلع مثلا لهنا. هذه حررناها. نعم. نجي نسوي سدة هالشكل وسدة هالشكل. نعم. ونجفف هاي المنطقة. نعم. بعدين نطلع لهنا نسوي سدة هالشكل وسدة هالشكل ونجفف هاي المنطقة. نعم. هذا شغلنا هالشكل كان بمجنون. هذا الشغل اللي هو 49؟ ايه. لو شغل لا 100 شو اسمه 109 وياكم ايه كان على اليسار 109 ولو 28 كان على اليسار 28 الفرقة الثامنة. هي على الثامنة 28. ما اعرف. نعم. ما ادري بعدين يعني كان شو اسمه هذا من الفلوجة. على 28؟ ايه. نعم. نزلوا رتبتين. نعم. بالفوق. بعدين جابوا هذا من البصرة اسمه احمد، هذا الاسود الاسمراني. ايه. عقيد احمد؟ ايه عقيد ركن. نعم. عقيد ركن احمد. تأسع. بالفاو حركوا لواء على الفار. حركوا لواء ال 28 واخفق
ويعني ما عندي موقف كامل، بس اخفق يعني بين اتحمل مسؤوليه انه اخفق. اسمه ابراهيم عدوان، امر لواء مقدم ركن ابراهيم عدوان. خوش زلمه، خوش ضابط، بيستدري الحظ يعني، ضابط جيد جدا ابراهيم عدوان. بعدين يعني رجعوا له الحقوق مالته، ورجعوا له الرتبه والهاي. فاحنا سوينا اول عمليه اللي سويناها يعني 3 لواء هاي لواين. ليش؟ ما 109 ما سواها، بس ال 28 ولا ال ال 28 وال 49. سامي عباس مجول لله عبد وابراهيم عدوان. هاي يا شهر؟ هاي 6/1/86. لا احنا بال 84. انا احكي لك على هاي العمليه بال 84. لا انا هاي ال 86 ترك نرجع لها. انا اريد بال 84 اريد تحكي لي معركة مجنون اللي أنا معركة مجنون ما عندي تفاصيل عنها الأولية. إحنا قلت لك حركونا، نعم، جابونا، نعم، إلى مجنون، انطوني قاطع. نعم بال 84 العدو هجم علي 3 مرات. نعم، الله شاهد ورقيب، 3 مرات هجم على قاطع لواءنا وما حصل شيء. نعم، ما حصل شيء، ومن عندها العدو وقف اي حركه بعد ما يسوي اي هجوم في مجنون ما صار. نعم، بعد هاي المعركه. نعم. فبعدين احنا صارت يعني صار تنشيف، وصار على اساس احكي لك موقف انا بس اريد اقاطعك بالخير. كلمه مفرده العدو هي مو القصد يعني انا المقابيل اسميها عدو. يعني المقابيل يعني المعركه هم 2 متقاتلين، اكيد واحد عدو واحد. لا. فهم نفس الشيء، يعني من حقهم يستخدمون كلمه عدو. هم يستخدمون علينا كلمه عدو يعني للتسميه مجرد يعني الامريكي يقول عدو. نعم. الامريكي يقول علينا عدو. تفضل. نعم. احنا ما عندنا. نعم. احنا هنا بدنا نحكي تاريخ. صح بالضبط. احنا بدنا نحكي تاريخ. لا الوصف حتى لا تنفهم بانه احنا ضد جهه معينه، ضد جهه ما او ضد كذا، احنا جايين نسولف تاريخ. احنا ابن عمي ابو ماهر والهون السامعين، احنا ناس مأمورين. صح. انا من اجيت وتخرجت الكليه العسكريه اديت قسم. نعم. ادافع عن بلدي برا وبحرا وجوا. صح. اقسمت بالله، واقسمت بشرفي، واقسمت بالدوله، واقسمت بالكل الاديان. فأنا لازم ادافع عن بلدي مهما كان. صح. زين. فهنا احنا بعدين من هنا وقفت اي عمليات في مجنون وقفت. نعم. رادوا انه يرجعون مجنون. نعم. رادوا يرجعون مجنون. الايراني لو احنا؟ لا احنا. كان رئيس اركان الله يرحمه، رئيس اركان الجيش عبد الجواد ذنون. نعم. عبد الجواد ذنون كان رئيس اركان الجيش. وقائد الفيلق الله يرحمه يحسن عليه ماهر عبد الرشيد. كان هذا القاطع الثالث. نعم. كان على القاطع الثالث. نعم. بعدين صار على السادس. نعم. وقائد الفرقه الله يرحمه كان عميد ركن عبد الكريم العفاف. نعم. ابو الرابع. فاني اعطوني هدفي على السده الوسطيه. نعم. 200 متر على اليمين. نعم. على اليسار مي. يسارنا اكو مي. نعم. يميننا ارض يابسه. نعم. فكان قائد الفرقه الله يرحمه قال هاي تركه المدري شو. المهم قال منه عنده سؤال. رفعت يدي قال تفضل. شفت مقدم ركن. قال تفضل مقدم سعد. قلت له سيدي والله انا فاهم واجبي 200 متر يمين السده واطلع السده الوسطيه. قال شنو؟ قلت له سيدي سؤالي
انه احنا ما هي اجراءاتنا مناه، يعني علوية مدرعة ومشاة يتقدمون على اليمين. عرف دشت يعني. نعم. قلت له سيدي ما هي الاجراءات اللي نسويها او تسويها القطاعات في حالة فتح الجهة الثانية، فتح الماء على كسر السدة وغمار هاي المنطقة، كان ما يقول كل من يوقف بمكانه. قلت له يعني سيدي غرقنا. قامت تضحك. نعم. قلت له يعني سيدي غرقنا. الله يرحمه رئيس أركان الجيش قال حكي مقدم سامي صحيح، انت مش تاخذين اجراءات، الغي شو اسمه الهجوم، يؤجل الهجوم الى يعني سيدي نسوي سده خليه يغرق، احنا نرجع لمكاننا، قطاعاتنا ترجع لمكان. لغوا الهجوم وفعلا عاد سووا سده، ومن السده صار عاد التحرير. نعم. طيب ال 85 هذا القاطع كان هادئ بالتاج المعارك. ايه لا هو المصيبه وين؟ نعم. المصيبه الخيانه. نعم. الخيانه بالمعلومات. نعم. الله يرحمه ويحسن اليه ويرحم والديك ووالدين الصالحين. خابرني عميد ركن يالتشين قائد الفرقه 31 كان قياده قوات الحسين. نعم. قال لي سامي انتم عليكم هجوم. نعم. هذا ال 85. بال 85. نعم. هاي على تاج الماء، مصغر تاج نعم. الماء. نعم. قلت له سيدي احنا ما علينا هجوم. نعم. قلت له سيدي احنا هاي منطقة هور، لا نشوف زوارق، لا نشوف اطواف. نعم. لا تجينا اطواف. اجتنا طواف مرة واحدة فلين، يعني هاي الفلين. نعم. نعم. فمين يجينا الهجوم؟ هم مركزين عليهم انه الهجوم يعني على كشك البصري وجوه. نعم. على اليابسه. على اليابس. قلت لهم ماكو هجوم ابدا، بس ماكو هجوم. نعم. صار الهجوم فوق على الهور. المهم احدهم هو اللي كان نعم. نعم. ونفس الحكي مال الفاو. مال الفاو. طيب احنا الفاو نجي بس لا بس خلي احكي لك. هذا مو هاي مو لا هو هذا على مجنون. على مجنون. تفضل. كانوا يقولون الهجوم يعني على المناطق الشماليه، والهجوم على منطقه الشلامجه، الفاو على الهور. ايه على الهور. على الهور. وكدس الفرق والالويه هنا. نعم. انت تقصد محمود شكر شاهين؟ لا محمود شكر شاهين الله يرحمه ما ادري الله هو كان لا ما احنا اكو مفاصل، المفاصل هي المهمه. هسه طيب محمود شكر شاهين من يعتمد؟ محمود اسمح يعتمد على الناس اللي يجيب له المعلومات. من هو اللي بالمعلومات؟ هذا السامرائي، وفق السامرائي بال 85 بال 83 انطرد من الشعب في ايران. لا اسمع مني باشا. نعم. رجع للاستخبارات، رجع يوم 21/2 بعمليات شط العرب بالبصره، رجعوه داود سلمان العيسى ورجعه صباح قيس محمد علي قادة فرق، طلبوا من صدام حسين يرجع. من رجع ذاك الوقت الوضع، انا متاكد من هالمعلومه. هذا كله احنا في قسام الرأي هسه هم عاصبينها براسه، الرجال طالع مثل ما يطردها هو محمود شكر شاهين. على كل ابن عمي احنا فقلت لهم الهجوم ما شو كان يعني انا ابو زيد او بس يعني تدري نشوف يعني بعيننا ونحل. قلت لهم الهجوم من فرقه 11 وجوه، من فرقه 11 وجوه. ربما يلوح 11 او ما يلوح والله. نعم. وفعلا صار هجوم على الفاو وعلى شو اسمها هاي الجزيره مال هي شمال الفاو. وام الرصاص. وراح باتجاه طويله. الشلها اخذ شويه من الشلها، صمد لواء 40 وعبر على البحيره شويه،
ضرب الثامنه شويه. هي طبعا كانت مناوره بقاطع 11 والثامنه مناوره. اي نعم. كان التركيز على الفاول على الفاول، تحديدا. نعم. بس هم اخذوا موطئ قدم بوم الرصاص. نعم. كان التركيز تحديدا على الفاول. طيب عندك السولف لي بدايه 86 قبل الفاول. انت تقول نعم. جمنا 3 ثانويه لوائي 28 28 و49. وكان لا هاي بالعمليه الثانيه. يسارك 109 109 بالعمليه الثانيه انا وال109. انت وابراهيم. لا الاولى انا وابراهيم يوم 6/1/86 انا وابراهيم. انت وابراهيم. والثانيه الثانيه ما اتذكرها يعني بشهر اعتقد الثالث 86 اني وابو ال109 عبد الصاحب علو. ابو ال109. ليش عبد الصاحب؟ ايش عجب؟ عبد الصاحب شلون؟ ليش مو كان عبد المنعم؟ لا عبد الصاحب عبد المنعم ما جاء. هو عبد الصاحب نفسه رئيس اركان فرقه 11؟ لا صار رئيس اركان على الفرقه 31. عبد الصاحب. انا رحت على الثامنه. نعم. وهو اجى على ال 31. اثنين كنا مري هلويه. نعم. طيب ال 28 قدمته على مجنون. نعم. اثنين حققنا اهدافنا قبل الفاو. هي قبل الفاو. هاي قبل الفاو بشهر. هاي بشهر الواحد قلت لك 6/1/86 فرقه يالجين. اي طيب انتم تتذكر عمليه يالجين اللي سواها؟ خطف الاسير، خطف اسر 2. هذه قبل ما نلتحق قبل ما اجي قبل ما نمسك الموضوع. هذه كان اكو شلون بس مره قصتك باشا. اعذرنا على المقاطعه واعتذر من المشاهدين، بس لازم يعني حتى نستفهم. انا بوقتي ما اعرف. انت جيت بال 84. بال 84 يعني قصدك يالجين الله يرحم الراحه ومع الله يرحمه مع حفظ الالقاب مع حفظ الرتب. ايه. يعني يالجين ما كان موجود على القاطع، ما كانت الفرقه 36 مشكله اساسا، كانت الرابعه. مو 36 31. العفو 31. لا ايه. 31 اسمها قياس قوات الحسين. احنا جينا هي ما اول مره، مو احنا ما بقينا بمجنون. انت جيت بال 84. جيت بال 84 شهر الواحد ورجعنا. نعم. رجعنا الفرقه 31 ما موجوده بال 84. بس اسمح لي. نعم. كانت الفرقه الرابعه مو قلت لك؟ الرابعه مو جاي. ايه دا اقول لك الفرقه الرابعه. لا انا اسولف على يالجين. يالجين الله يرحمه. احنا جينا بعدين، مو احنا طلعنا. نعم. طلعنا من بنجوين، رجعنا على الشلامشه. نعم. رجعنا على الشلامشه ومسكنا موضع دفاعي. انا اقصد على يالجين باشا. ايه باشا يالجين من الضباط المحترمين واخلاقه طيبه. هو تركماني. وضابط شرس. نهي كركوك. والاعلام طبعا هو اعتقد من الدوز. انا اعرفه من كركوك. اي من كركوك من الدوز. ضابط شرس جدا والاعلام. يالجين عمر عاده. بالضبط. ضابط. انا ليش سالتك؟ انت من قلت العمليه بال 86 ما معناها بالتوقيت اللي يالجين خطف 2 اسرى. هو بيها يالجين مال الخطف قبلنا. شلون قبلكم؟ قبلنا ابن عمي. طيب كمل. احنا انتهت العمليات ببنجوي بمجنون. نعم. انتهت العمليات، احنا رجعونا. نعم. بزمن كانت الفرقه الرابعه. نعم. رجعونا وين؟ رجعونا على الشلامش، ومسكنا موضع دفاعي بالشلامش. نعم. مسكنا موضع دفاعي بالشلامشه. نعم. بعدين احنا ماسكين موضع دفاعي بالشلامشه، طلعونا ومرت اللخ رحنا شو اسمه المجنون. نعم. نعم. طيب انا يعني حترجع اسولفك اياها يا مان. نعم. يالجين الله يرحمه بعد ما تكدست الالويه بسبب الاخبار واوامر مديريه الاستخبارات العسكريه، يالجين خطف اسرى 2 وحقق وياهم وارسلهم مع التحقيقات. ما اعرف انا هاي الحادثه. توبخ مرتين. ترى يالجين بخط الخدمه مالته توبيخ 2 بسبب هاي. واصر مدير. نعم انا مسؤول عليها امام الله. نعم. اللي العمليه اللي مال الاسير الاولى اللي نفذها اللي هو 113
بإشرافه هو بالهور، كانت عملية صامتة. فوبخوه لأنه قالوا له من الهجوم، قالوا الإيرانيين ما عندهم أي تجمع هنا بالهور. فالمهم يعني نهره محمود بوقتها، هي بسبب الفوترة محمود النقل من الاستخبارات العسكرية. ما أعرف طيب أنا. انت نعبر للفاو، ناخذ فاصل، خلينا ناخذ فاصل. إيه، نعبر للفاو. ونعبر للفاو. نعم. فاصل.